4 أيام بس على مونديال، وأنا صحيت الفجر أتفرج على مصر والبرازيل. ألاقي إيه؟ محمد صلاح قاعد على الدكة، حسام حسن نزل مرموش وهيثم حسن في الهجوم، وساب النجم بره التشكيل. أنا لسه مش مصدق. وبس استنى الجامد، قدامنا فينيسيوس ورافينيا وباكيتا أساسيين مع أنشيلوتي، يعني البرازيل بكل تقالتها وإحنا بنص قوتنا. السبب الحقيقي لقرار حسام هقول لكم في آخر الفيديو. وفي خبر تاني هيكسر دماغك، رافائيل لياو ضرب لاعب تشيلي بوكس في وشه قدام الكاميرات، طرد أحمر مباشر قبل مونديال ب4 أيام. كريستيانو كسب ماتش 2-1، بس لياو بقى علامة استفهام جامدة في قائمة بورتغال. وخليني أوجعك بالرقم، أرجنتينا فقدت باليردي قبل مونديال بإصابة عضلية، ده ثالث مونديال على التوالي تخسر فيه لاعب أساسي قبل ما تبدأ. تابيا كتب بوست مؤثر، وسكالوني قاعد يدور على بديل. كرة قدم بتعامل أما حدش، وده اللي محدش بيتكلم عنه. إيران سابت توكسون كلها ونقلت معسكرها لتخوانا في أماكسيك، لأن أمريكا رفضت تأشيرات وفدها. ولاعب إيراك اتحجز 7 ساعات في مطار شيكاغو زي الإرهابيين. أنا شايف إن فيفا غايبة تماماً، ومنتخبات عربية بتتعامل وحش قبل ما تلعب كورة أصلاً. ده اللي اسمه فوما. طب أرجع لصلاح حسام حسن بيريحوا عشان مونديال، بس السؤال هو ده القرار الصح ولا غلط في ودية بالحجم ده؟ أنا قاعد بتفرج وعايز رأيك أنت بالظبط. صلاح مفروض يلعب أساسي ولا الراحة أهم؟ سيبها لي تحت.